يا مساء الخير. أنا دعاء وده فيديو جديد. النهاردة هنعمل صينية بطاطس بلحمة ورز معمر وسلطة بنجر. الرز المعمر يا جماعة خطير، طريقته سهلة جدا. هنعمل 1.5 كيلو بطاطس، اللحمة زي ما انتوا عايزين الكمية، عصير طماطم، بصلتين وتوم، فلفل أسمر. الشوربة بتاعت اللحمة هنسقي بيها البطاطس، حلقات طماطم للتزيين. الرز 2.5 كوباية رز، بنحط اللبن ضعف كمية الرز، وربع كريمة، شوية ملح وزبدة. اللحمة مسلوقة مستوية كويس قوي، هحطها على البطاطس وهحط عليها البصل. انا حاطة بصلتين و3 فصوص توم وفلفل اسمر وملح بسيط، لان شوربة اللحمة انا ظابطة ملحها. بعد كده هحط عليها عصير الطماطم، هقلبهم كويس، وبعد كده هحط عليها الشوربة. طماطم هتبقى اخر حاجة هزين بيها. صينية البطاطس انا ما بحطهاش على البوتاجاز من فوق، بدخلها الفرن، بعد كده بحطها في الشواية. دي الشوربة بتاعت اللحمة. انا حطيت للبطاطس ملح بسيط مع البصل لان الشوربة ملحها كويس. هحطه فوق الوش، اللي عايز يحط زيت يحط، اللي عايز زبدة انا بحط حتة زبدة. وبعد كده بحط الطماطم ازين بس بيها، تفضل في الفرن، هي بتستوي في الفرن. وبعد كده بعمل وشها في الشواية شوية في الآخر كده، هي جاهزة على دخول الفرن. الرز المعمر أنا بحب أعمله في الحاجات الألمونيوم، ما بحبش ولا البايركس ولا البريم، بيبقى أحلى كتير. أنا هنا هدهن الزبدة كويس قوي للحلة، وبحب أعمله في حلة مش في صينية. جماعة الرز المعمر اللبن بتاعه غير ما بنعمل الرز فوق على البوتاجاز، بيبقى اللبن ضعف كمية الرز، عشان كده في ناس كتير بتقول انه بيطلع ناشف. انا حطيت 2.5 كوباية رز، عليهم 5 كوبايات لبن بنفس الكوباية، وربع كريمة. هملح اللبن ده انا مش غلياه على البوتاجاز، انا فضياه من الكيس على طول، لان هو هيغلي في الفرن. وملحاه كويس، بندوق طبعا ونشوف. بعد كده انا حطاله ربع كريمة. اللبن بيبقى ضعف كمية الرز، اقل من كده هتلاقوا الرز ناشف ومش بيستوي. بس هحط الكريمة ووزعها كويس. حط فوق الوش حتة زبدة، انا بحب احط له زبدة صفرة مش متسيحة، علشان الزبدة الصفرة بتعمل وش حلو للرز مع الكريمة. في اللي بيحب يحط قشطة يحط، انا بحب الكريمة اللباني. شكرا.